النهارده عملت احلى ناجتس بيتي في الدنيا. مش متخيلين طعمه عامل ازاي يا جماعه، ولا القرمشه. طعمه يجنن. كفايه بس ان هو انا ضامنه نظافته. يلا بسرعه تعالوا شوفوا الطريقه، وشوفوا قد ايه الطريقه سهله، وفي نفس الوقت طعمه اطعم بكتير من بره. بس قبل ما تشوفوا الفيديو بالكامل اوعوا تنسوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. انا كده جبت ال2 كيلو بانيه اللي عندي. انا جايبه الصدور عشان انا الولاد عندي ما بتحبش الوراك، بس بيبقى حلو قوي برضو الناجتس لو عملناه وراك صدور مع بعض. انا جبت ال2 كيلو، نضفتهم كويس جدا من اي حاجات زياده فيهم، غسلتهم ملح وخل ودقيق كويس وشطفتهم، سبتهم يتصفوا كويس جدا. لازم البانيه اللي عندي او الفراخ اللي هعملها ناجتس تكون ناشفه وما فيهاش ميه بقدر الامكان زي ما احنا شايفين كده. يبقى اول حاجه 2 كيلو بانيه. طبعا لو عايز تعملي كيلو هتنصصي الكميات اللي هقول عليها. 4 بطاطسيات حجمهم وسط زي ما احنا شايفين، هقطعهم واولع عليهم يتسلقوا. لازم يتسلقوا عشان بحطهم مع الخليط بتاعي للناجتس. لو هعمل كيلو هجيب بطاطسيتين بس. يلا نقطعهم كده. انا قطعت بطاطس بالشكل ده، يلا بينا نولع عليها عشان نسلقها. انا كده سلقت البطاطس اللي عندي اهي وهرستها. طبعا استنيت لما تبرد عشان لما احط الحاجه في الكبه ما يبقاش غلط على الكبه. يلا بينا بقى دلوقتي على طول نحط الحاجه ورا بعض. كل شغل يبقى في الكبه دلوقتي. هنزل بال2 كيلو فراخ بتاعتي اللي هي البانيه متنضف طبعا زي ما شايفين، متصفي كويس جدا. دي نقطة مهمة قوي عشان يبقى الناجتس ماسك نفسه وانا شغالة. كده انا نزلت بال2 كيلو بانيه، هديهم فرمة الاول لوحدهم. هنزل بعد كده بالتوابل بتاعتي. هحط معلقتين ملح كبار، طبعا لو بعمل كيلو بنصص الكميات. معلقتين توم بودرة، معلقتين بصل بودرة، معلقة فلفل، معلقة بهارات فراخ، ومعلقة سكر. هفرم تاني. كده احنا طحناها زي ما احنا شايفين. هنزل بالبطاطس الاول المسلوقه اللي انا سلقاها. بصوا هي الكميه كبيره على الكبه، فانا هعمل ايه؟ هديها فرمه بالبطاطس الاول وبعد كده اشيلها. هعمل الكميه على نصين عشان لسه هحط معايا بقسماط مطحون كمان. ده كده بقى الشكل اللي عندي، بس طبعا هو متقلبش كويس لان الكميه كبيره على الكبه. فانا هعمل ايه؟ هقوم مفضيها كلها في طبق واضيف عليها البقسماط المطحون وبعدين نطحن شويه شويه. تعالوا نشوف مع بعض. يلا انا كده فضيتها في حاجه غويطه، بوله غويطه. قلبته كويس قوي بايدي لان طبعا الكميه كبيره على الكبه. بقى عندي البانيه والبطاطس والتوابل بتاعتي كلها. هنزل بالبقسماط المطحون. طبعا الكميه اللي عندي 2 كيلو بانيه او فراخ ايا كانت مخليه، و4 بطاطسيات، والبقسماط المطحون حوالي كيلو وربع بقسماط مطحون عشان ده بيساعد ان هي تبقى ماسكه نفسها وانا بشكلها، ما تفككش مني كمان في القلي. هقلب كويس جدا كده وبعدين ابدا انقل للكبه وافرم شويه شويه عشان ينعموا خالص. انا مجرد بس ان انا بوزع البقسماط، لكن هرجع احط في الكبه شويه شويه. انا كده فضيت نص الكميه عشان افرمها بقى كويس مع بعض كلها.
كده الشكل بعد ما اتفرمت زي ما احنا شايفين كده. هنفضيها وهكمل باقي الكمية عشان بعد كده نبدأ نعمل الاشكال بتاعتنا. ده كده بقى الشكل النهائي بتاعي بعد ما اتفرمت وكلها بقت ناعمة زي ما احنا شايفين اهو. هركنها دلوقتي عشان ابدأ اعمل الخلطات بتاعتي. اول حاجة في الخلطة بتاعتي دقيق بس كده عادي جدا، دقيق ابيض. بعد كده عندي كوباية لبن كبيرة هكسر عليها 4 بيضات. طبعا علشان الكمية عندي 2 كيلو فبحتاج اعمل الكمية دي، لكن ممكن تقليل لو عاملة كيلو. بحب احط اللبن على البيض علشان بيبقى مسهل ان القوام يبقى مرن شويه ميبقاش تخين، والاهم بصراحه عشان بحب احط اللبن دايما على قد ما اقدر للولاد في اي وجبه زي ما احنا عارفين. هنزل بسنه ملح وفلفل على البيض باللبن عشان الزفاره، بس مش كتير عشان ما نحدقش الدنيا. اقلب كويس. لازم اتاكد ان هو بقى كله متجانس جدا، مفيش زرار بيض كده تخين عشان لما احط الناجتس ما يبقاش في حته مكلكعه. بقى عندي اهو الخليط التاني اهو زي ما احنا شايفين. تالت حاجه عندي بقسماط مطحون ناعم وحط عليه فيجيتار عشان يدي حته الطبقه اللي بتبقى فوق زي الناجتس الجاهزه بالظبط. احنا دلوقتي هنبدا نقطع الناجتس. هنجيب الاسطمبات بتاعتي وابدا اقطع واعمل الاشكال بتاعتي وابدا احطها في الخلطه عشان نحمرها. هبدا انزل بالناجتس اللي عندي كده على كيس، وفاتحه كيس نصين كده عشان افرد عليه. طبعا ما تكونش تخينه علشان لما لسه هتاخد الطبقه بتاعه الخلطه هتتخن تاني، هتكون السمك بتاعها معقول، مش تخينه ومش رقيقه قوي زي ما احنا شايفين كده. طبعا ما عنديش كيس اكبر من كده، بس لو عندنا كيس اكبر هيبقى افضل. اجيب الاشكال بتاعتي بقى، وابدا نازله من الاشكال بتاعتي كده. طبعا الاشكال دي متوفره في اي سوبر ماركت كبير او اي هايبر زي رايل او الحتت دي. انا جايبه الحاجات دي من تاور وير اصلا، عندي كذا شكل منها، بس انا همسك شكل واعمل منه مجموعه عشان اختصارا للوقت. طبعا لو ما عنديش اشكال خالص سهله جدا باي غطا كوبايه او غطا برطمان صغير عندك وهتعمليها مدوره عادي جدا. بعد كده عندي جبت خلطة بتاعتي الدقيق والبيض باللبن والبقسماط بالفيجيتار. هبدأ الاول بالدقيق وبعد كده احطها في البيض باللبن، وبعد كده هطلعها بس اصفيها كويس واحطها في الفيجيتار بالبقسماط.
يلا دلوقتي هنروح نولع على الزيت ونستنى لما يتقدح كويس عشان نبدأ ننزل احلى واجمل واطعم ناجتس في الدنيا علشان تتحمر. على البتاع